السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من جديد كرة للشباب من الطرف الايسر. عماد الرياح، عماد الحمولة المهارية لدى الفتاة ممكن الاعتماد عليه كثيرا في هذه ومن سيربح هذه المباراة بين رجاء وشباب رياض السلمي. الساد كان بالامكان افضل. نعم، هدف اول في المباراة لشباب رياض السلمي. كان خطأ من طرف الحارس، في التغطية، والشباب رياض السلمي يوفق في بلوغ الهدف عبر جبريل سيلا. جبريل لاعب سابق للرجاء، اليوم يلعب للشباب رياض السلمي، يختار وجهة المرمى ويتمكن من تسجيل الهدف الاول. واصبح النتيجة هدف للصفر. هنا الإعادة لما حدث. تمرير الكرة مصطفى الصاد ممتاز جدا. كان خطأ من الحارس غاية مرباح. هنا الإعادة مصطفى الصاد، تسديدة لم تكن قوية لكن خطأ، وهذا الأخطاء عادي جدا. وأنه يصل للمرمى ويعدل النتيجة ويسجل هدف تعادل. نايري يسدد ممتاز جدا، لم تذهب بعيدا عن مرمى الحارس هشام العلوش. طريقة تسديد الكرة الثابتة لمحمد النايري تجعل منه واحد من اللاعبين اللي يفضلهم منذ الكبير في مركز الظهير الايمن. لاعب نضج تكتيكي كبير لهذا الفتى، تجارب كثيره، رفقه عدد كبير من النوادي المغربيه. من يسري بوزوق يلعبها لزكريا حضرة. التحول من الطرف الايسر والتدخل. ضربه جزاء يقول حكم المباراه. ضربه جزاء من حكم المباراه هشام التمسماني لنادي الرجاء. تداول الكره من الطرف الايسر، نقل الخطوره وضربه جزاء في 24 من المباراه. محمد النايري في تنفيذ الجزاء. نايري سدد والهدف التعادل يعيد التوازن للمباراه يا ساده. هنا في المحمديه رجاء متعادل هدف لهدف من قدم محمد النايري. تفاعل جنوني مع المباراه هنا في مدينه المحمديه. النتيجه 1-1 ولا شيء حسم في مباراه شباب رياض السلمي والرجاء الرياضي. رجاء الذي في اول هجمه منظمه نظن في المباراه تمكن من بلوغ المرمى والحصول على ضربه جزاء. الحصول على ضربه جزاء كان من الصعب عليه وانه يصل من تحصل عليها، ومن التايج الذي تسبب في ضربه جزاء في الديربي واليوم يتحصل على ضربه جزاء. دي اقدار الكره واحكام الكره واعراف الكره وتقاليدها. امر عادي جدا وانه الانسان يخطئ، امر عادي جدا. بعض الاحيان ما لازمش نكونوا قاسيين على اللاعبين، وجوههم ننتقدوهم، لكن القسوه في النقد صعيبه شويه. تتواصل المباراة هنا في مدينة المحمدية والنتيجة هدف لهدف. تتعادل الكفة بين شباب رياض السلمي والرجاء. من يتكفل بتنفيذ الخطأ ينقل الخطر. زريدا في منطقة الجزاء والتدخل ممتاز جدا من دفاع شباب رياض السلمي. محمد النايري، كرة رجوية خاض يوصلها روجي أولو لكن ضاعت منه. ممتاز ديارة نحو مصطفى الصاد مرة أخرى في مواجهة دفاع الرجاء. مصطفى الصاد في مواجهة دفاع الرجاء لكن في عزل فريق. وحمزة خاب. كان بالإمكان وأن يكون هدف رجاوي عبر حمزة خاب. تألق كرة من يسري يلعب هذه المرة في القائمة الثاني بالراس. كاد أن يكون الهدف وجاء الهدف وحان وقت الهدف. هدف رجاوي من كرة ثابتة هذه المرة ينجح في بلوغ المرمى. اعتلت الرؤوس الكرة لتتمكن من وضعها في مرمى الحارس هشام العلوش. تصبح النتيجة يا سادة هنا في الطرف الايمن. التحول من تراوري كره عرضيه لشباب رياض السلمي نحو مصطفى الصاد، لكن تدخل يسري بوزوق محاوله منه لعكس الهجمه. كره من حمزه خاب يتحول بالكره من الطرف الايمن يلعبها لجمال لكن التغطيه من عادل. يلعب كره في التماس، لازال يعاني من الاصابه. يطالب زكريا عبود بتغييره ضد السلمي. كره من زكريا حضرافي يلعبها يسري بوزوق من الطرف الايمن. بوزوق ممتازه جدا
بوزوق لحضرف، عابرة لكل الحواجز، عابرة لكل المحطات. الرجاء ينجح في بلوغ الهدف، تصبح النتيجة يا سادة 3-1. عمل كبير من واحد من نجوم المباراة يسري بوزوق لزكريا حضرف الذي لم يخطئ وجهة المرمى. تصبح النتيجة 3-1 لنادي الرجاء امام شباب الرياضة السلمي. سعادة كبيرة لمناسير الخضر، تفاعل جنوني مع هذا الهدف، كيف لا؟ والهدف يقرب المسافات بين الرجاء والتفوق والظفر بنقاط هذه المباراة. يسري بوزوق لزكريا حضرف والنتيجة 3-1. وصعب أن نصف لكم الأجواء هنا في المحمدية، من الصعب أن نصف لكم ما يجري في المحمدية. جنون وجنون لآلاف الحناجر والمناصرين، والمشهد أمامكم يلخص كل شيء ويوضح لكم كل شيء. هنا في المحمدية جماهير الرجاء تحتفل بثالث أهداف ناديها اللي يلعب اليوم في الإمارات. رجع رحيمي آخر ويبحث على أنه يمشي في نفس خطوات شقيقه. خاب شوية التركيز يا خاب كان شوية تركيز ممكن وأنه يصل للمرة الرابعة لمرمى الحارس هشام العلوش، لكن ضاعت منه. تتحول من جديد لشباب الرياضي السلمي الذي يضغط وبالتالي يترك مساحات شاغرة. يبحث الرجاء عن حسن التعامل معها للوصول للمرمى. كرة من الطرف الأيسر شباب السلمي، شباب في منطقة الجزاء. مصطفى الصاد غاية الذي سيعمل على إيجاد هذه كرة. مصطفى الصاد وغاية مرة أخرى يتدخل. غاية يتدخل ويبعد الخطورة. غاية كفر عن ذنبه الأول وخطأه الأول، وكان بثلاث تدخلات حاسمة في المباراة. كل مصطفى الصاد مصاب وبالتالي اللاعب ينساق نحو خسارة في البطولة الوطنية. كرة الرجوي من زريدة يلعب عبد الرؤوف بن غيت يلعب من جالس للبولكسوت. بولكسوت يتحول. بولكسوت عنده بن جديدة جول الرابع للرجاء في اخر دقائق هذه المباراة. يظهر بعد غياب منذ دخول بن جديدة ليضع نفسه ضمن قائمة هدف هذه المباراة. تصبح النتيجة 4-1 لمصلحة الرجاء. حصيلة هدفية قوية لرجاء طيلة دقائق هذه المباراة. 4-1 لرجاء الذي ينتصر، الذي يحقق مكسب الفوز مرة أخرى في البطولة الوطنية. للمرة الثالثة رجاء يحقق الفوز في البطولة الوطنية بقيادة المدرب منذر الكبير. إعادة لكورت بن جديدة، تعامل بن جديدة مع الكرة وبولكسوت في الأسيست. بنكر بودراء يصنع الرابع أهداف الرجاء في هذه المباراة أمام شباب الرياضي السلمي. 4-1 الرجاء 12 نقطة. كرة لأشرف رمزي استخلاص الكرة من بولكسوت والحكم هشام تمسماني ينهي المباراة. تفوق الرجاء 4-1. هنيئا لرجاء أردلاك لشباب الرياضي السلمي. تحيات سفيان الرشيدي والطاقم المشرف على نقل هذه المباراة. دمتم في رعاية الله.